في ناس بتفكر انه برج العقرب نوع واحد، يا اما قوي يا اما غامض وخلاص، بس الحقيقة اللي ما حدا بيحكيها انه العقرب مو برج واحد، هو 3 نسخ مختلفة من نفس النار، وكل نسخة لها ذيل بس بطريقة اللدغة المختلفة. قبل ما نبدأ بتمنى من الجميع اللي مو مشترك يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. بتشرف بانضمامكم لعائلتنا الروحية على التارو جي. ولا تنسونا بالله يا عقارب، بعرفكم كيف وما راح تقصروا. اليوم عندنا تحليل كامل لبرج العقرب، وخلونا نبدأ على بركة الله. عقروبي، اول شيء شو يعني عشريات العقرب؟ بالنسبة لبرج العقرب بينقسم ل3 مراحل زمنية، كل عشرية بتشبه نسخة نفسية مختلفة من العقرب، بطريقة الحب المختلفة، طريقة الجرح المختلفة، وحتى طريقة الانتقام المختلفة. خلينا نغوص فيها واحدة واحدة. بالنسبة للعشرية الأولى من 23 أكتوبر ل1 نوفمبر، هون العقرب الخام، النسخة الغريزية، هي أخطر نسخة بالبداية. طبعها اندفاع داخلي قوي، مشاعر سريعة وحادة غير واضحة، رد فعلها بيكون مباشر. بالنسبة للعاطفة بتحب بسرعة وبقوة، بس إذا انجرحت بتنكسر بسرعة كمان، بدها أمان فوري أو بيبلش الشك. الذيل هون ذيلها مو مؤجل، ذيلها لحظي، يعني إذا انجرحت ممكن تقطع فجأة أو ترد بسرعة بدون تفكير. بالنسبة للجوانب الإيجابية صادقة جدا، شجاعة بالمشاعر وما بتعرف شيء اسمه لف ودوران. بالنسبة للسلبيات حساسة زيادة، اندفاعية، وصعب السيطرة عليها وقت الغضب. العشرية الثانية من 2 ل 11 نوفمبر، العقرب المتوازن المحلل النفسي، هون بيبلش العقرب الحقيقي اللي الناس بتخاف منه. طبعه تحليل عميق لكل شيء، هدوء خارجي، قوة داخلية مخفية، قراءة الناس بدون ما يحكوا. بالنسبة للعاطفة ما بيعطي قلبه بسهولة، بيختبر الشريك دائما، بيحب بعمق بس بحذر شديد. الذيل هون ذيلها ذكي ومؤجل، يعني ما بترد بسرعة، بتسجل، بتراقب، وبترجع وقت ما تكون مستعدة، يعني مو انتقام، استراتيجية حماية نفسية بتكون. بالنسبة للإيجابيات حكيمة، قوية نفسيا وصعب تنكسر. بالنسبة للجوانب السلبية عنده شك زائد، برود عاطفي أحيانا، وصعوبة بأنه يثق. بالنسبة للعشرية الثالثة من 12 ل 21 نوفمبر، العقرب الفينيق، التحول، هاي أخطر وأقوى نسخة، لأنه مو بس عقرب، هو عقرب مر بكل الجراح وتعلم كيف يقوم منها. طبعها هاي النسخة هدوء عميق جدا، سيطرة على النفس، قوة داخلية مخيفة، قليل الكلام بس كثير المعنى. بالعاطفة إذا حاب بيعطي كل شيء، بس إذا انتهى بيكون انتهى للأبد، ما بيرجع للوراء بسهولة. الذيل هون مو انتقام، هو إلغاء وجود، يعني ما بيرد، ما بينتقم بشكل واضح، بس بيطلعك من حياته كأنك ما كنت موجود. بالنسبة للإيجابيات، أقوى نفسيا بين كل العقارب، ناضج عاطفيا، وعنده هيبة طبيعية. بالنسبة للسلبيات، قاسي وقت الانسحاب، ما بيعطي فرص تانية بسهولة، ممكن يدفن مشاعره بالكامل. الدمج الحقيقي، شو يعني كل هاد مع بعض؟ شوف عقروبي، لما نجمع الصورة كاملة، العقرب مو برج واحد، هو 3 مراحل تطور. أول عشرية يعني نار سريعة، أما بالنسبة للثانية عقل وتحليل. بالنسبة للعشرية الثالثة تحول وانطفاء، بس ولادة من جديد. بس الشيء المشترك بينهم كلهم، ما حدا بيفلت من ذيل العقرب إذا كسر ثقته. بس الفرق الوحيد، واحد بالذيل سريع، واحد بالذيل مؤجل، وواحد بذيل صامت بيشيلك من حياته للأبد. العقرب بكل عشرياته مو عم ينتقم، هو عم يحمي نفسه بأسلوب مختلف بكل مرحلة، لأنه جواته فكرة واحدة، إذا انكسرت مرة مو لازم تنكسر بنفس الطريقة مرة ثانية. صديقي، إذا شفت العقرب عم يبتعد بهدوء، لا تفكر إنه نسي، وإذا شفته ساكت بعد الجرح لا تفكر إنه انتهى، لأنه كل عشرية بالعقرب إلها ذيل، بس كلهم بيتفقوا على شيء واحد، إذا خسرت ثقته ما بتخسر شخص، بتخسر عالم كامل كان عم يراقبك بصمت. وهون وصلنا للنهاية. بتمنى من العقارب يكتبوا لي كل عقرب من أي عشرية. تحياتي لكم، ولا تنسونا بالله، دمتم برعاية الله، بحبكم كتير.